الولد كان مندمج في الجيم ومش واخد باله ان في اتنين بيقربوا عليه بهدوء. فجأة لقى نفسه متربط. الكلبين اللي في البيت شافوا اللي حصل. الكلب الكبير على طول عضهم من ورا وخلى المجرم يصرخ من الوجع، وفي نفس اللحظة الكلب الصغير خد المفاتيح منهم وجرى بيها. وبعدها الكلبين رجعوا لورا شوية، ولما الرجال جهزوا يتحركوا بالعربية اكتشفوا ان المفاتيح مش موجودة وقتها. الكلب الكبير وهو واقف فوق نبح بصوت عالي. ساعتها بس فهموا ان المفاتيح اتاخدت منهم. بعدها الكلبين دخلوا تاني جوه البيت عشان يجهزوا فخ. الكلب الكبير زق مروحة لحد حافة الدولاب، والكلب الصغير فتح كيس دقيق وفرشه جنبه، وبعدين حط مظلة عند الباب وطلع كرتين بولينج من الدولاب. وفي الاخر الكلب الصغير مسك صنارة وربط الخيط حوالين عمود، والكلب الكبير فرش الارض بزيت زيتون. كله كان جاهز مستنين بس الناس يدخلوا. وبالفعل الاتنين رجعوا جري. الكلب الصغير استدرجهم لجوه، وبمجرد ما هجموا عليه جري منهم. واحد من الاتنين مسك شعر رئيسه فاكر انه ماسك الكلب الصغير. الاتنين قرروا يتفرقوا. الكبير سمع نباح فجري على اوضه وكانت النتيجه. اما التاني هجم على الكلب بس مسك الهوا ووقع على الارض. المجرم العنيد كمل جري ولبس في رئيسه خبطه مباشره، ولما شافوا الكلبين قدامهم قرروا يجروا ورا الكلب الصغير تاني. الكلب الصغير رمى المفاتيح والكلب الكبير اللي تحت مسكها. بعدها الكلبين اتجمعوا وجريوا على اوضه الفن. اول ما الرجال دخلوا وراهم الكلب الكبير زق الدولاب فجاه. الاتنين طاروا في الهوا ووقعوا. الرئيس وقتها فكر يستدرج الكلاب بالاكل، فالراجل مد ايده بالبيتزا. الكلب الكبير كان متعاون وراح له فعلا، بس من غير ما يعرف ان الكلب الصغير وراه بيجهز له فخ.